لو انت عروسة او انت مامي او حابة تبدأي تستخدمي حاجات كويسة وروتين كويس يكون سعره قليل وفي نفس الوقت بينفع جدا الجسم، ترطيب وشاور وسكرابز وكل حاجة ممكن تقدري تستخدميها في الشاور، فانا جاية اقولك النهاردة شوية تريكات مع شوية منتجات اقل من 50 جنيه. فتابع معايا الفيديو لحد الاخر. اول تركية عايزه اكلمكم عنها انه ريحه العرق مش بتروح بس بمزيل العرق، ريحه العرق لازم تروح كمان بالشاور والسكراب. الحاجتين دول مهمين جدا، يعني ما ينفعش اخد شاور مثلا من غير ما اعمل سكراب كل مره في الاسبوع. يعني مره في الاسبوع سكراب مهم جدا للمناطق الحساسه خاصه تحت الابط، لانه بيعمل ريحه كتير وبيجمع جلد ميت اسرع، فلازم ناخد بالنا من المناطق دي كويس جدا. كمان المزيل العرق مش دايما بيتحط بالنهار، مزيل العرق بيتحط الافضل بالليل، ودي طبعا معلومه ممكن تكون غريبه شويه عليكم ومحدش قالها لكم قبل كده، او ممكن تكون سمعتوها مره او اتنين مش كتير. فالافضل ان انت تحطي المزيل العرق بالليل. طيب انا اخد الشاور الصبح اعمل ايه؟ لا ممكن تحطي، طالما اخدت الشاور الصبح لازم تحطي طبعا. طب في بدايل لمزيل العرق ممكن نحطها مثلا علشان ما تعمل لناش تبوظ لنا الهدوم وتبيض الهدوم او تعمل حاجات تانية، او في حاجات كتير قوي زي مثلا الشابة وزي المسك وزي حاجات تانية كتير تكون طبيعية. فيلا بينا بقى نخش على الحاجات اللي انا عايزة اكلمكم عنها في فيديو النهاردة. انا عندي هنا المنتجات اللي دايما بحب استخدمها في الشاور بتاعي، بس باختلاف طبعا، يعني هي نفس الحاجه بس مش نفس البراند، تمام؟ يعني مثلا الشاور انتوا شايفينه قدامكم ده مش دايما بستخدمه، انا جايباه بس عشان ما لقيتش غيره، لكن دايما بحب استخدم شاور فريده، بيبقى حلو جدا وريحته حلوه وبتثبت جدا. فدوت كده اسمه ريفولي. ده كان عامل 35 جنيه، وفريده كمان بيبقى عامل 45 تقريبا. طيب السكراب دوت بستخدم اي سكراب للجسم، ده ستاركي، ممكن تلاقيه ب15، ممكن تلاقيه ب20، برضو بيبقى حلو قوي. طيب كمان المرطب دوت من جليسوليد، حلو جدا جدا للجسم، وعلى فكره هو في منه بالمسك، هو حلو للجسم، وفي منه بالمسك، تمام؟ في منه بريحه المسك، فبتبقى حلوه جدا. ولو انت عايزه تستغني عن خطوه السبراي بعده ممكن تستغني عادي، لكن انا عشان بستخدمه من غير ريحه. وكمان عايزه اقول لكم ان هو مناسب جدا للناس اللي بتبقى عندها تحسس من الروايح، فهو حلو جدا، لان ما لقيتش اي براند تانية عامله كريم من غير ريحه بصراحه. فهو ريحته هو يعني ريحه المكونات مش اكتر، وكمان ريحه مقبوله، يعني مش ريحه نفاذه قوي ان هي تخنقك. طيب ايه تاني؟ البودي ميست دايما بحطه بعد الكريم، يعني بحط الترطيب وبروح برش بقى البودي ميست كده، يعني ببعد مثلا 20 سنتي، بتبقى ممتاز جدا. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان انت لما تعملي الموضوع ده، بصوا، اولا الريحه دي بتفكرني بحاجات كتير قوي. طيب لو انتوا بتعملوا الحركه دي بجد بتبقى الحركه دي حلوه، وتبقى دايما ريحتكم بتبقى حلوه وبتثبت جدا في الجسم. طيب اخر حاجه عايزه اكلمكم عنها. طيب ايه اخر حاجه بقى؟ الكريم المرطب، واللي برضو فيه ريحه لوشن يعني مرطب، بيبقى مثلا جايب اي ازازه برفيوم عندك، بيبقى حلو جدا يا بنات، ما تستغنيش عنه. دايما كده خدي التركايه دي مني، حطيه في التويليت بعد ما تخلصي الشاور، بيبقى جسمك شويه مندي اكتر، يعني قبل ما تخشي الاوضه تغيري هدومك فانتي تحطيه على طول في الشاور. اماكن بقى الحساسه، ممكن دراعاتك، ممكن رجليكي، اي حاجه، بيدي ريحه مش طبيعيه. الحمام بتبقى ريحته حلوه قوي اولا، ثانيا جسمك بياخد الريحه وبيفضل محتفظ بيها فتره. فالناس اللي دايما بتشتكي ان الديودرنت مش بيقعد معاهم كتير ودايما ريحه العرق بتطلع بسرعه، لا خدي التركيه دي مني وهتتعبي. وبس كده، دي كانت مجموعه كنت عايزه اكلمكم عنها النهارده، وعايزه اكلمكم عن الخطوات دي وبس. يا رب تكون الفيديو عجبكم، يكون الحاجه عجبتكم. لو بتستخدموا اي برودكت تانية يا ريت تكتبوا تحت في الكومنتات، انا هستنى كل واحده تشوف الفيديو دوت تكتب لي تحت في الكومنتات بتستخدم ايه في الشاور بتاعها، عشان كلنا نستفاد من بعض ونجرب حاجات جديده. بس كده اشوفكم على خير، رمضان مبارك، مع السلامه.